لو سألت أي مدرب إيه هي أكبر مشكلة بتواجه جمهورك، إجابته في الغالب هتقولك العلاقات. عشان كده حقيبة الريليشن شيب سكيلز أو فن إدارة العلاقات من الحقائب اللي فعلا بتفرق، ودي الحلقة الرابعة من سلسلة حقائب بتفرق. من تربية الأطفال لمشاكل الشغل للعلاقات الزوجية، كلهم بيبدأوا من مهارة واحدة، وهي إزاي نتعامل مع الإنسان اللي قدامنا. فبقى في حاجة ملحة للأدوات اللي بتساعد الإنسان إن هو إزاي يدير العلاقات دي كلها. طب ليه الدورة دي مطلوبة جدا؟ لأنها بالفعل بتجاوب على أسئلة الناس اليومية، زي مثلا ازاي اتكلم من غير ما اخسر اللي قدامي، او ليه مثلا بنفهم بعض غلط، وازاي ابني علاقه صحيه مش مرهقه، وازاي ابدا احل خلاف بدون ما ادخل في صدام. العلاقات مش مجال واحد، هو باب مفتوح كبير جدا لكل المدربين. وموضوع الدوره دي بتناسب اي مدرب مهما كان مجاله، لانها بتخدم جمهور متنوع جدا، من امهات لاباء لموظفين حتى الاطفال والمدربين. طب ليه انت كمدرب ما ينفعش تتجاهل ابدا الحقيبه دي؟ لثلاث اسباب مهمين جدا. واحد، لان محتواها هيزود التفاعل عندك جدا. اتنين، هتفتح لك باب لبرامج فردية زائد ورش جماعية ومحتوى كمان اجتماعي. رقم 3، هترفع مبيعاتك لأنها حقيبة بيعيش محتواها مع الناس. في إبداع احنا جهزنا لك محتوى قوي جدا عن الريليشن شيب سكيلز، ناقصه بس لمستك الأخيرة عشان يناسب جمهورك وفئتك المستهدفة، وتقدر تطلبه مننا دلوقتي وتضيفه لبرنامجك التدريبي القادم.